مش 7 بهارات ولا 8 بهارات، دول 10 بهارات. اللي عندنا هنا الحبهان مع القرنفل مع الكمون مع ورق اللورة مع المرمرية مع الكزبرة الناشفة مع الكباية الصيني، وكان عندي كده وردة كده ناشفة حطيتها ادت ريحة جميلة جدا جدا للخلطة بتاعتنا. تمام. عود قرفة خشب بقى، وهنشوح الحاجات دي على النار هادية، نطلع بس منها الرطوبة بس فقط، مش بنحمص علشان ما نخسرش الفوايد. الزيوت الطيارة ما تطلعش مننا وتبقى فايدتها مش قد كده. هنقلبها كده تقليبة بس خلاص طلعت منها الرطوبة. نروح بقى على المطحنة بتاعة الخلاط. هكسر كده القرفة، ممكن نحط قرفة ناعمة مفيش مشكلة لو مش متوفرة. هنزل بقى في المطحنة بتاعة الخلاط بالشكل ده، وهبدأ ان انا اطحنها. تمام. بسم الله ما شاء الله على الريحة يا جماعة، انا طحنتها وشميت الريحة رهيبة رهيبة، يعني لو هتشتريها من العطار مش هتكون بالجمال ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك، وما تبخلوش علينا بلايك وتعليق حلو كده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.